كنت دايما عايشة حياتي عادي زي أي حد فينا، بشتغل بنظم وقتي وأحيانا أصلي وأحيانا لأ، يعني على حسب ظروف اليوم. ولما كنت بفتح الموبايل أو أسمع الناس بتتكلم عن الصلاة كنت بحس إن في حاجة ناقصة في حياتي، وفي نفس الوقت كنت بقول لنفسي معلش كل واحد ليه وقته. بس في يوم من الأيام حصل شيء غير كل حاجة، ومع تسارع الأحداث كل يوم بنسمع بقى ده تعب، ده مات في حادث، ده توفى وهو نايم، ده معرفش جاله مرض وحش. فاستدركت كده وانا قاعدة مع نفسي، طب انا ايه حالي لو انا مكان الناس دي؟ لو انا مت دلوقتي هقول لربنا ايه؟ هقول له ايه عن الصلاة لما تسأل على اول حاجة هتسأل عليها بعد الموت مباشرة؟ انا ما بصليش ليه؟ ايه حجتي؟ ومن هنا وفي نفس اللحظة مفيش وقت خلاص، يعني بدأت ان انا بقى اقعد مع نفسي قعدات، خلاص ما عادش في وقت انه ينفع ان الواحد يقول هأجل، طب هصلي بعدين، طب مفيش وقت، لان مفيش حد فعلا ضامن دقيقة واحدة في عمره. قعدت بقى مع نفسي، طب ايه رأيك اظبط الصلاة بقى؟ طب اعمل ايه؟ وقلت لنفسي خلاص مفيش اي مشكلة ومفيش اي حجة تمنعني ان انا اصلي. لكن طبعا زي ما كلنا عارفين أول ما بنبدأ نحاول نغير حاجة في نفسنا للأحسن بتلاقي طبعا الشيطان بيقولك يا بنت ده صعب عليكي، لا المسؤولية كبيرة عليكي، مش هتقدري تعملي كده. لكن لا، أول حاجة قلت لا، وبدأت أفكر طب إيه أعمل، إيه أتصرف إزاي ومع كل الضغوط طبعا من الشيطان ومن نفسي ومن كل ده. وكالعادة بقى أول ما بتيجي تقفي على سجادة الصلاة الشيطان بقى يسكت؟ لا ما يسكتش، أول ما أبدأ في الصلاة بيبدأ بقى عقلي يشتغل. هنتغدى إيه النهاردة؟ أكيد ولادي بقى سابوا المذاكرة وراحوا قعدوا على الكرتون، أو أفكر حتى في كوباية الشاي اللي أنا هشربها بعد الصلاة، وكل فكرة بقى من دول تسرح بيا بعيد عن الصلاة. وكنت عاملة زي الطيارة اللي مش قادرة تهبط في حتة، كل فكرة من دول بتجذبني بعيد جدا عن الصلاة. حاولت تاني، قلت لا لازم التزم ولازم اركز، وبدأت اقرا في كتب دينية بالفعل واسمع مقاطع عن أهمية الصلاة وأثرها في حياتنا. وكل ما كنت اقرا واسمع اكتر كنت بلاقي نفسي اكتر واكتر قادرة على الاستمرار. وصحيح البداية كانت صعبة، لكن مع الوقت بدأت احس اني مش لوحدي، حسيت ان في ايدين بتساعدني. وطبعا بدأت أدعي ربنا كتير، اللهم أعني على طاعتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دي أهم وأول خطوة لازم تعمليها. بعد كده بقى بدأت بقى مع نفسي أشوف أنا بحب إيه وأعمله. قمت بقى جري عملت ركن كده في البيت بتاعي وسميته ركن الراحة النفسية. الركن ده كان عبارة عن سجادة ومصحف وخاتم التسبيح والإسدال بتاعي. وبدأت بقى يا بنات في خطوة كمان ساعدتني جدا إن أنا ألتزم في استمراري على الصلاة. الخطوة دي كانت إن أنا أجهز نفسي للصلاة قبلها ب5 دقايق، يعني ما استناش الأذان يأذن. لأن أنا كنت يعني لما الأذان يأذن وأنا لسه ما قمتش اتوضيت فكنت بكسل كتير إن أنا أقوم أصلي، والصلاة فيديو ورا فيديو، حد من الولاد يعني محتاجني اعمل حاجة تانية في البيت، معرفش ايه، كل ده كان الوقت بيضيع مني والصلاة بتروح عليا. فانا لما اجهز نفسي قبل الصلاة، قبل الاذان ب5 دقايق، خلاص انا كده كده جاهزة، يعني هصلي. فالخطوة دي كانت حلوة جدا، هتفرق معاكي كتير قوي. الخطوة التانية اللي كنت برضو بعملها وبعتمد عليها اني كنت بعامل نفسي كطفلة صغيرة، يعني بحب كده ان انا بعد ما اصلي اكافئ نفسي، يعني قال يعني ان انا بالطريقة دي هستمر اكتر. وفعلا الخطوة دي كانت على بساطتها بس كانت والله برضو بتساعدني ان انا احب، بقى عندي طقوس كده ان انا مثلا بعد ما اصلي اخد كوبايه شاي اللي انا بحبها، او يعني اكافئ نفسي بشوكولاتايه حتى. ومع مرور الوقت بقى الموضوع بقى اسهل عندي بكتير، بدات الصلاه تبقى عاده عندي يوميا، ما اقدرش استغنى عنها، اللي هو ما فيش حاجه هتوقفني. حبيت اللحظات دي لما اقف كده واقول لنفسي دلوقتي وقت الصلاه مش وقت اي حاجه تانية. خلاص بقى الموضوع حاسم بالنسبه لي، الوقت ده اللي هو بتصل فيه بربنا بكل إخلاص، ما بحسش بمرور الوقت أبدا، وكأن كل شيء في حياتي اتحل
اتحسن بعد كده. وبقيت اخيرا اقول لنفسي يعني ايه لو كان عندي شوية مشاغل، الصلاة دي هتبقى جزء من حياتي ووقتي مش هيتأثر بيها ابدا. في يوم وانا بصلي بالليل كنت قاعدة في الصلاة بعد ما خلصت كل حاجة في يومي، حسيت بشيء غريب جدا، حسيت بسلام نفسي عميق. يمكن هو ده اللي كنت محتاجاه اصلا بس ما كنتش واخدة بالي. لما اصلي اكون مركزة مع ربنا مش مع كل التفاصيل التانية. هو ده الهدف يا جماعة من الصلاة، وهو ده اللي بيوصلك للراحة النفسية، اللي هو اصل الصلاة، اللي هو انت بتخرجي من الصلاة اصلا مرتاحة نفسيا، مبسوطة، حاسة بسكينة، براحة. يعني راحة ما بتحسيهاش غير بعد ما بتصلي. المهم من القصة يا بنات هو اني اكتشفت حاجة مهمة جدا، ان الصلاة دي مش بس فرض، الصلاة كانت فرصة جديدة لراحة نفسي وبداية جديدة. لما تلتزمي في الصلاة مش بس بتخلي يومك احسن، لا، دي كمان بتفتح لك ابواب جديدة من النور والسكينة. واخيرا نصيحتي ليكي، خلي الصلاة تكون وقتك المفضل، وقتك اللي بتفصلي فيه عن كل مشاكل الحياة، الوقت اللي انت بتروحي تقعدي فيه مع حد انت بتحبيه جدا وبتشتكي له كل همومك ومشاكلك، وهو بيطبطب عليكي ومش بيسيبك ابدا. وبعدها بتحسي براحة وسلام نفسي وسكينة مش هتقدري تحسيها غير مع الصلاة. وأحب أذكركم كمان بالآية اللي بتقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي نهاية الفيديو أحب أشكركم وأقول لكم انتظرونا في الفيديو الجاي. مع السلامة.